السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني بريحة وطعم تجنن. بس يا حبايبي تابعوني لاخر الفيديو عشان نعرف كل الاسرار والتكات اللي تطلع معانا بالطعم واللون والريحة اللي تجنن دي. واللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. وتسلم ايديكم على كل اللي حطلي لايك واشترك لي في القناة. يلا نشوف خطوات الكبدة الاسكندراني الجميلة دي عملناها ازاي. اول حاجة انا معايا نص كيلو من الكبدة الاسكندراني، انا مقطعاها قطع رفيعة جدا. كل ما ترفعي في التقطيع هتستوي معاكي بسرعة وتديكي نتيجة جميلة جدا. خلاص الكبدة يا حبايبي ما بتتغسلش. وهنا بقى قرن فلفل على 10 فصوص توم كده، وانا ضربتهم في الكب. التوابل بتاعتي بسيطة جدا. عندي هنا كمون ومعلقة من الكزبرة والشطة، وهنا ملح. بس هي التوابل بتاعتي دي هننزل هنا بقى بالتوابل على الفلفل والايه والثوم بتاعي المهروس. هنقلبهم كلهم دول ونحط معلقة من الزيت، وهنقلب كل التوابل مع الثوم والفلفل بتاعي. لو انت عايزة فلفل حراق حطي، عايزة بارد اللي انت بتحبيه وحسب ذوقك انت. خلاص بعد ما قلبنا التتبيلة بتاعتنا بتاع الكبدة دي، هنعمل الخطوة الأساسية في الكبدة. هنزل بقى بنص الخلطة دي على الكبدة، وهنسيب نصها. يعني انا هقسمها كده وهنحط نصها على الكبدة، والنص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنقلب بقى الخلطة دي مع الكبدة، وهنسيبها كده لمدة 10 دقايق بس تاخد من طعم التتبيلة والتوابل بتاعتي. خلاص الخطوة دي مهمة يا حبايبي في الكبدة الاسكندراني عشان تطلع ريحتها وطعمها زي ما هتشوفوه لما تعملوها. خلاص كده احنا نركنها على جنب لمدة 10 دقايق. هنعمل الخطوة اللي بعد كده. هنعمل ايه بقى؟ هنشيل دي، هنحط طاسة على النار ونحط فيها مادة دهنية. عايزة تحطي زيت حطي، عايزة تحطي سمنة حطي، المتاح عندك. انا حاطة زيت على سمنة، المتاح عندك. نحط حبة حلوين كده، واول ما يسخنوا هنعمل ايه؟ هنزل بنص التتبيلة اللي انا شلتها. تمام. وهنقلبها كده لحد ما ريحتها تطلع. ونحط مع القرنين الفلفل الحراقين دول، بيدوا طعم جميل برضو ونكهة جميلة للكبدة. خلاص احنا هنتبل لحد احنا مش هنخلي الطماط اصفر، احنا هنشوحها كده لحد ما ريحتها بالتوابل تطلع بقى الجميلة دي. وخلاص كده بعد ما شوحت وريحتها تطلع هنزل بالكبدة بتاعتي، وهنسيبها كده. هنفرد او مش ما نقعدش نقلب فيها لحد ما تاخد اللون تغير لونها من تحت عشان ما تنزلش المية بتاعتها. احنا هنسيبها كده لمدة دقيقتين لحد ما لونها يغير من تحت، وبعديها هنبدأ نقلبها. تمام. خلاص كده غيرت لونها، وهنبدأ بقى نقلب فيها. الكبدة يا حبايبي من الاكلات اللي بتستوي على طول، ما بتاخدش وقت على النار. هي بكتيرها 8 دقايق 10 دقايق وبكون استوت معاكي بالجمال والحلاوة دي. ونقلب كده وشوحي معايا. شايفين لونها غير وريحتها بقى ما اقولكوش ريحتها تجنن. وقلبي بالطريقة دي. في هنا هنحط معلقة من الخل، بس احنا منحطهاش في الاول عشان ما تبردش الطاسة بتاعتي. خلاص كده هي دخلت على سوا، احط معلقة صغيرة من الخل. الخل ده بقى هينزل على الكبدة وعلى الخلطة اللي انا عاملاها، هيخلي ريحتها بقى بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وخلاص قلبي كده. احنا اتفقنا 8 دقايق 10 دقايق بالكتير تدوقيها هتلاقيها استوت، والملح كده مظبوط والتتبيلة بتاعتنا مظبوطة.
وخلاص كده يا حبايبي الكبدة بتاعتنا استوت، واول ما بتستوي بقى بننزل عليها بعصرة من الليمون. وخلاص وتقدميها بالهنا والشفا لأجمل وأحلى متابعين. كده بقى نعصر الليمون عليها وهي استوت معنا، ما خدتش وقت، والطريقة سهلة وبسيطة وهتقدري تعملوها على طول. انسوا بقى الكبدة بتاع الشارع والمحلات والمطاعم واعملوها في البيت، هتطلع معاكم جميلة جدا. واستنوني يا حبايبي في فيديو جديد في وصفات جديدة، وما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة. هسيبكم في رعاية الله وأمنه.